ولله أتقاء من النار، وذلك كل ليلة. في رواية: يا باغي الخير أقصر، يا باغي الخير أبشر، ويا باغي الشر أقصر وأبصر. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما، قال هذا القول في يوم وحضر رمضان، يعني في يوم من الأيام، قال عليه الصلاة والسلام: أتاكم شهر رمضان يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل. اللهم لا تحرمنا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل الرحمة وأهل الخشوع وأهل الرجوع إلى الله، واجعلنا من المقبولين إنك على كل شيء قدير. قال: وسمي رمضان بذلك لأنه يرمض الذنوب، أي يحرقها ويذهبها، أو لمصادفة مشروعيته وقت الرمضاء وهو شدة الحر. نعم، لعله أن يكون حينما فرض رمضان كان في وقت الصيف. نعم، فإنه سمي رمضان لأنه من شدة الحر. قال: التحذير من الإفطار من غير عذر. إن الله تبارك وتعالى فرض علينا الصيام لتتطهر قلوبنا وتشرق نفوسنا، لتطهر قلوبنا وتشرق نفوسنا وتسمو أرواحنا وتخلص أجسادنا مما علق بها من رسوبات الطعام وما له سبحانه من فائدة في إذاعتنا، ولم يفرض الصيام علينا إلا لصالحنا. الله سبحانه وتعالى غني عنا وعن عبادتنا، ولكن لا يأمرنا إلا بشيء يعود علينا بالخير واليمن والبركة في عاجل أمرنا وآجله، ولا ينهانا عن شيء سبحانه وتعالى إلا يكون شر لنا. نعم. قال: فالصائم يثبت حقيقة إيمانه وقوة تقواه ومدى استجابته لله والانقياء لأمره. الصائم يثبت عظمة نفسه وعلو قدرها واستعدادها للقيام بالواجبات والاطلاع بعظائم الأمور، ويثبت قدرته على التغلب على الحاجات والأهواء واستعصامه عن الدنايا والسيئات. فمن قدر على الصيام فهو على الكفاح أقدر. الذي يستطيع أن يوقف نفسه عند حدود الله ويصوم وينفذ أوامر الله، هذا حريا أن يكون هناك يستطيع نعم أن ينزل إلى باحة الجهاد ويكون من الشهداء، أو أنه يجاهد نفسه. لقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام رجع من غزوة من الغزوات فقال: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قالوا: يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس، وقوفها عند حدود الله سبحانه وتعالى. ومن فشل في الصيام فهو في معارك الحياة أجبن وأفشل. إن الذي ينهزم أمام نفسه ويحقق لها رغباتها. ليش؟ لأن النفس هي أعدى الأعداء، فإذا أنت تمشي مع نفسك في ملذاتها وشهواتها وما تريد ولا تمنعها ولا توقفها عند حدود الله، فأنت هناك ماشي مع أعدى الأعداء. قال لسيدنا عمر: يا عمر، أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. أي نفس؟ نفس سيدنا عمر، مو مثل نفوسنا نحن، ونسأل الله العظيم العافية. إن الذي ينهزم أمام نفسه ويحقق لها رغباتها ولا يقطع عنها مشتهياتها لن يثبت في ميادين الكفاح والنضال، ولن ينتصر في معارك الشرف والفضيلة. نعم.
فإذا كان هناك تتغلب عليه نفسه ويعطيها ملذاتها وشهواتها وهي من أعدى الأعداء يخسر في جميع المواقف. إن الذي لا يملك القدرة على الكف عن الطعام والشراب في أيام رمضان لن يتورع عن ارتكاب الموبقات، ما بتورع عن جميع المحرمات، ما بتورع عن الكبائر وفعل المنكرات ومد الأيدي إلى السرقات والغش والخيانات. فإذا كان هو نعم مفطر في رمضان كل هذه الأمور بتصير سهلة عليه، نسأل الله العظيم العظيم. ألا ما أقبح الإفطار في أيام رمضان وما أشد طغيان المفطرين، إنهم ظالمون لأنفسهم ودينهم ومجتمعهم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه. ما بقضي على وجه الأكمل الأكمل. ليش؟ منين بده يجيب نهار فاضل، نهار كريم، نهار مثل أيام رمضان حتى يقضي فيه هذا اليوم؟ لأن رمضان كله صيام. منين بده يجيب يوم حتى يقضي فيه هذا اليوم اللي فاته بدون رخصة، بدون مرض، بدون عذر، بدون سفر، وهكذا لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه.